افهم بجد يا جماعه، هو اللي عدم الفهم بقى منتشر دوت عادي. اللي هو واحد عاوز ينصح حد يحرجه قدام الناس كلها ويهينه من باب اللي انا كده بنصحه، ولما يتقال له ان انت كده غلط، او ان انت اللي انت بتعمله دوت مش صح، مش مقتنع بشيء زي دوت ومقتنع ان ده شيء صح، ان انت تهين اللي قدامك بنية ان انت كده بتنصحه، ده اسمه نقص. ان انت لما تهين حد بنية النصيحة او بمفهوم النصيحة، انت كده ما بتفهمش، انت كده ناقص. اللي بيبقى عاوز ينصح حد، يعني يا ريت ندركها بقى ونفهمها، اللي بيبقى عاوز ينصح حد ما بينه وما بينه بيقول له 1 2 3 كذا دوت في حاجة غلط، او اللي انت عملته دوت ما ينفعش لان كذا كذا كذا، بكل ادب وبكل احترام وكده. والله اللي قدامي تقبل شيء زي دوت تمام، ما تقبلش برضه هو حر. يعني المفروض احنا يكون عندنا ثقافه كده، هو حر. انا بقول وجهه نظري ما بيني وما بينك، انت ممكن ما انتش فاهمها، او ثقافتك او بيتك او الناس اللي انت بتتعامل معاهم دي ده مختلف، فعادي. بس انك انت وبرضه ما تفرضش رايك، بس في نفس الوقت ما تقولش دوت قدام الناس، ما تحرجوش قدام الناس بنية حاجه معينه. انت كده ما بننصحش كده يا جماعه، النصيحه مش كده. لا يعني حاجه زي كده بصراحه استفزتني واثارت غضبي بصراحه، يعني ان حد يهين حد او يتكلم معاه كده ويبقى شايف ان هو كده مش غلطان، ولما يتقال له يبقى هو برضه شايف ان ده مش غلط. ده صح ان انا اقل من اللي قدامي، او ان انا ازعله او كده بنيه ان انا بنصحه، لا. وبرضه مفروض ان انت لما تلاقي نصيحه من حد باسلوب مهذب وطريقه كويسه، حتى لو كان الكلام ما هواش تبع تيمك او بيئتك او كده، ما يعني مش ماشي معاك، بتقول له برضه، يا اما تقول له ماشي تمام خلاص باسلوب برضه مهذب ومحترم زي ما هو قال لك، او تقول له انا وجهة نظري كذا كذا كذا، فعشان كده حصل الموضوع ده، وانت ليك حرية الاختيار في انك تقول السبب، وبرضه انت حر انك انت ما تقولش السبب. بس يعني وبرده ما ينفعش ان انت يعني اللي هو برده طالما حد كلامك باسلوب كويس ومحترم ان انت ترد رد مش محترم، لان في ناس كتيره جدا برده الواحد بيجي ينصحها باسلوب مهذب ومحترم يقل ادبه. فيا ريت نفهم النقطه دي كويس ونحترم ذاتنا، يعني ذاتنا يا ريتنا ان احنا نقدرها كده ونحترمها ونفهم الاساسيات دي، لان دي اساسيات في التعامل مفقوده جدا. وكل واحد شايف نفسه وحافظ له كلمتين حلوين يروح يقولهم قدام الكل عشان يعمل شو اعلامي يعني وكده، يبقى هو كده تمام ومظبوط ومفيش احلى منه، هو كده شبح. فده تخلف عقلي يا جماعه.